خبر كالقنبلة يشعل الشارع الرياضي الجزائري وحماسا غير مسبوق في كل مكان. هل نرى روبرتو مارتينيز على رأس العارضة الفنية لمحاربي الصحراء؟ تقارير قوية وموثوقة أكدها موقع فوت ميركاتو الفرنسي تفيد بأن المدرب الإسباني الشهير روبرتو مارتينيز أبدى حماسا شديدا واستعدادا تاما لتولي مهمة القيادة الفنية لمنتخب الجزائر، وذلك خلفا للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش الذي رحل إثر الخروج المرير للمنتخب من دور 32 لكأس العالم على يد سويسرا. الأنباء لم تتوقف عند حدود الاهتمام العادي أو رغبة عابرة، بل كشفت التقارير أن مارتينيز البالغ من العمر 53 عاما، والذي قاد منتخبي بلجيكا والبرتغال مؤخرا ورحل عن قيادة بحارة أوروبا بعد الخسارة أمام إسبانيا في ثمن النهائي مونديال أمريكا، مستعد لتقديم تنازلات مادية كبيرة جدا لإتمام الاتفاق سريعا وبدء المهمة. والأكثر إثارة في هذا الملف هو عدم ممانعته المطلقة في العمل مع طاقم مساعد جزائري خالص. مارتينيز يأتي بقناعة تامة بأن الجزائر تملك إمكانيات هائلة ومجموعة من المواهب الاستثنائية القادرة على صناعة المجد وإعادة بناء منتخب مرعب في القارة الإفريقية والعالم. سيرة مارتينيز التدريبية الضخمة التي انطلقت منذ عام 2007 في إنجلترا مع سوانزي، ويغون وإيفرتون، مرورا بإشرافه على الجيل الذهبي لبلجيكا بين عامي 2016 و2022 ثم محطته الأخيرة مع البرتغال، كل هذا يضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمام خيار استثنائي قد يغير ملامح الخضر بالكامل قبل الاستحقاقات الكبيرة القادمة. والآن السؤال الموجه لكم جمهورنا العزيز: هل تشكل تعيينات روبرتو مارتينيز الحل السحري لعودة محاربي الصحراء إلى سكة الألقاب، أم تفضلون اسما آخر لقيادة الطاقم الفني؟ شاركونا آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.